السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة والفوتبولر مع إتش. بعد فوز الأهلي بكأس أفريقيا للمرة ال 12 في تاريخه، إحساس رائع كلنا كأهلاوية حسينا بيه. لكن في نفس الوقت جالنا شعور إن البطولة الأفريقية ما بقتش هي سقف الطموح، وإن إحنا عايزين نوصل لمستوى أعلى. نفسنا ندخل كأس العالم للأندية بالشكل الجديد، ونبقى عندنا طموح كبير فيه إن إحنا نلعب في المستويات الكبرى، ونكون ند لكل دول العالم، سواء انجلترا ولا اسبانيا ولا. احنا كاهلاويه طماعين، وشعورنا بفريقنا كبير جدا جدا. لكن انت عشان تفكر التفكير اللي احنا بنفكر فيه ده، لازم اداره الاهلي توفر حاجات معينه عشان نقدر نلعب في الليفل ده. عشان يقدر يلعب في المستوى العالي محتاج حاجه بسيطه جدا جدا. دايما كنت بقولها وعيد اقولها تاني: الاجانب اللي بيجوا عندك، يعني افتح ايدك شويه كده، فك الكيس، هات مستوى يكون اعلى من المستوى اللي انت بتجيبه. يعني مقارنه كده، مثلا انا عندي علي معلول، اعظم صفقه اتعملت يمكن في العشر 15 سنه اللي فاتوا. شوف كميه الاضافات اللي بيعملها علي معلول، وتواجده دايما في كل النهائيات، وتاثيره المرعب. انا عايز بقى كل الصفقات اللي انا اجيبها تكون بمستوى علي معلول. يعني انا ديانج، بيرستاو، رضا سليم، مش هقول موديست مش هتكلم عنه يعني، بس انا بتكلم على دول لعيبه كويسين جدا. بس انا عايز ليفل اعلى. يعني انا منه لله لو كانت المعلومه حقيقيه بتاعت ان موسيماني رفض سفيان رحيمي، لاعب يعني بيعمل كل اللي ما يتعملش في الكوره مع العين الاماراتي ومستوى رائع، ازاي اللعيب ده بالبلدي كده يفلت من ايدي؟ كان المفروض بكل الطرق سفيان رحيمي ده يبقى موجود في الفريق. الاهلي محتاج صفقة زي بالرمضان في نص الملعب، لعيب يقدر يلعب لي 8 ويقدر يلعب 10 ويقدر يتحكم في الريتم ويقدر يعمل حالة في نص الملعب مع امام عاشور واللعيبة الارتكاز اللي جنبه. ده لعيب يبقى مؤثر جدا. محتاج راس حربة سوبر مع وسام، لعيب يقدر يسجل من انصاف الفرص. ودايما انا بضرب مثال، اقول النوعيه بتاعت الكواليتي بتاع بغداد بونجاح، يونس محمود، النوعيه اللي من نص فرصه تجيب جون. انا محتاج النوعيه دي. محتاج جناح يلعب واحد على واحد دايما يصنع الفارق. محتاج الاهلي 4 لعيبه على السكواد اللي موجود ده. السكواد ده يا جماعه يعني انا ارفع له القبعه. انا دايما اكتر واحد في الدنيا بيشوط في السكواد ده ويقول انه عنده مشاكل وانه مش افضل حاجه. عنده مشاكل ومش افضل حاجه وعمل كل ده. ده لعيبه يعني مفيش بعد كده انجاز. لكن انا بتكلم في مباريات انا دايما بقف عندها وبتضايق جدا لما افتكر مباراه ريال مدريد في كاس العالم. لو انا عندي سكواد مختلف، لو عندي شويه جرأة، لو انا واثق من نفسي شويه، كنت ممكن اعدي مباراه زي دي. كنت ممكن اكسب ريال مدريد عادي. الناس هتقول لي يا عم تكسب ريال مدريد، ده العالم مش قادر يكسبه. ما هي الحكايه كلها فكره الشخصيه. انا دايما بدور في الاهلي على لعيبه عندها شخصيه. ارجع كده بالذاكره وافتكر احمد حسن، افتكر بركات، وائل جمعه، ابو تريكه، محمد شوقي. الكواليتي بتاع اللعيبه ممكن يكونوا لاعبين رائعين، بس مش قصتي ان هو رائع. انا قصته انه عنده شخصيه. الدنيا كلها ممكن تتلخبط وتولع وتقعد راكز وثابت وقادر انه يرجع في المباراه ويغير النتيجه ويحمس لعيبته. انا نفسي الاهلي يكون عنده السكواد ده. انت لو دورت في السكواد اللي احنا بنلعب بيه ده: محمد عبد المنعم نمبر 1، شوبير، عمر كمال، امام عاشور. دول ال4 لعيبه بتهيالي ال4 لعيبه اللي اقدر اقول عليهم انهم كواليتي مختلف في الاهلي. كل اللعيبه اللي في الاهلي على راسي لعيبه رائعه، لكن اللعيبه دي بالذات عندها شخصيه. محمد عبد المنعم مدافع من طراز خاص. امام عاشور لو بس المدرب يقدر يستغله بشكل مختلف، امام عاشور بيطول في الكوره وبيمط في اللعب وما بيلعبش السهل، ورغم كده مكسر الدنيا. بس انا بقول لو الراجل ده
اتمركز في مركز 10 بس، انه يبقى قاعد انه يظبط الريتم ويلعب الكوره الريسكي اللي يقدر يوصل بيها المهاجمين والاجنحه للجون، ويستخدم تسديداته من بره ال 18 بس، امام عاشور هيبقى في حته تانية، والاهلي هيستفاد منه 10 اضعاف اللي بيستفاد منه دلوقتي. محمد عبد المنعم، امام عاشور، شوبير، بسم الله ما شاء الله من الحراس. بتهيألي انا ما شفتش من ايام الشناوي بتاع الزمالك قبل بقى ما تحصل له كل المشاكل دي، ما شفتش لعيب عنده موهبه فطريه زي شوبير بسم الله ما شاء الله. عندنا الوحش الشناوي شخصيه وقائد وكلام زي كده. فاضل لي ايه بقى في السكواد بتاعي؟ انا رايح كاس العالم 25، كاس عالم مختلف تماما، 8 9 فرق من اوروبا على اعلى مستوى، باريس سان جيرمان بقى، على ريال مدريد، على السيتي، على هلاعب الناس دي، هلاعبهم. طيب انا هلاعبهم بالطريقه اللي انا فيها دي، هلعب كويس وابن حلال وهتغلب في الاخر. انا بقى نفسي السنه دي، ودي السنه يعني مفيش وقت غيرها يعني، ان اداره الاهلي تكون محضره سيناريو اني اغير الكواليتي بتاع الاجانب. انا بحب بيرسي تاو، بس انا لو حطيت سفيان رحيم قصاد بيرسي تاو، لا باي باي تاو، مش عايزك بصراحه. انا عايز الليفل ده. موديست يعني جه في ظروف خاصه، لكن هو لعيب كتر خيره السنه اللي عادها. لا انا عايز لعيب نوعيه مختلفه جدا مع وسام صفقه رائعه اللي جابه شابوه. رضا سليم لو ما اتطورش من ادائه مش هيفيدني بحاجه. عامل زي القندوسي لاعب رائع، بس تحس ان هو مش الترس بتاعه مش راكب على المكنه بتاعت الاهلي، مش عارف ليه. لاعب رائع، انما في الاهلي الموضوع انا شايفه مش مؤثر. يا اما بيلعب في مركز مش مركزه، يا اما الولد يعني الادوار المركبه عامله له مشاكل، لكن في الاول وفي الاخر مش قادر استفيد منه. تقريبا القندوسي ورضا سليم من وجهه نظري صفقتين جامدين وانا مش عارف استفيد منهم. لكن انا بتكلم في فكره صفقه زي بالعيد مدافع جنب عبد المنعم، انا دفاعي اتعشت. حلو قوي كده. حلو قوي كده. واحد زي بالرمضان في نص الملعب، اتعشت. حلو قوي كده. لعيب بقى 2 لعيبه، جناح سوبر وراس حربه سوبر. الاهلي هقول لكم الخامس كمان، نجيبه يحيى عطية الله جنب معلول، عشان تبقى كده يعني ايه، اتعشت واتغدت وفطرت. 5 لعيبه بالعدد، لو الاهلي دخلهم في السكواد بتاعه احنا ما حدش هيقدرنا، ونقعد بقى نلعب ريال مدريد بقى ما نلعبش عفاريت الزر، مش هتفرق. لكن الحكايه دي محتاجه ميزانيه ضخمه، محتاجه تخطيط كويس، محتاجه عين بتشوف، محتاجه لعيبه. يعني انا ببساطه اتمنى ان انا ابقى عارف ان اللاعب اللي انا هجيبه ده مش في موضع اختبار. يعني انا هجيبه دولي مؤثر رائع، هيروح في السكه اللي هتفيدني، هيخش. بص بقى الاهم، ما تجيبش لعيب اجنبي، ما تجيبش لعيب اجنبي مش هيضمن مكانه في التشكيل. اهو من الاخر، ما تجيبش لعيب اجنبي تقعده دكه، ما تجيبش لعيب اجنبي تقول لما يتاقلم. مفيش الكلام ده في العالم كله. في لعيبه بتعمل في الانتقالات الشتويه في اوروبا بالليل كان في فرقه، الصبح بيلعب المباراه الثانيه مع الفرقه الثانيه. ده اللي انا اعرفه. هات لعيب تبقى عارف ان انت محتاجه جدا، جناح يبقى احسن من الشحات، واحسن من عبد القادر، واحسن من طاهر، واحسن من بيرسي تاو، واحسن من رضا سليم. خلاص اهو انا معايا ناس كتير، اجيب الاحسن هيشتغل معايا، خلصت. هجيب راس حربه هيقعد وسام يبقى بديله، ابقى عارف ان ده هيجي اساسي. مدافع يبقى هيقعد رامي وياسر، محدش طبعا يقعد عبد المنعم عشان نجيب من الاخر يعني. نص ملعب لعيب اوتوماتيك هيبقى جنب امام، واحط لهم بقى اي لعيب 6 بقى، اكرم، مروان، ايا حد. بس ده انا شايف ان الاهلي في نص الملعب محتاج لعيبه بتاعت كوره اكتر منها لعيبه عفياجيه. يعني انا لو جبت امام وجبت بن رمضان وحطيت وسطهم اكرم، تعالى حد ياخد مني نص الملعب، التخين بقى يجي. فاتمنى ان كاس العالم اللي جاي ده الاهلي يدخل بسكواد يطمع جماهيره، يحسسهم ان احنا قادرين نعمل حاجه، مش رايحين بقى لتمثيل مشرف. على فكره احنا لو جبنا البرونزيه
في كاس العالم اللي جاي اللي هو مش الانتر كونتيننتال، الكاس العالم الكبير ده احنا يعني نركب الاتوبيس المفتوح بقى ونعمل شغل، دي هيبقى موضوع في منتهى الصعوبه. لكن على الاقل عايز الناس تبص للاهلي بشكل مختلف في البطولات القاريه بعد كده. لازم نبقى عاملين حساب ان كل بطوله كل 4 سنين ادخلها وحش. اتمنى ان اللي بقوله ده اداره الاهلي تسمعه ويكون هو، انا واثق فيهم يعني، بس لازم الفكر يتغير في حته الكواليتي بتاع الاجانب. اتمنى. هنستنى ونشوف الايام هتعمل ايه. قولوا لي في الكومنتات رايكم ايه في موضوع الاجانب ده، اللي انا بقوله ده صح ولا الموضوع داخل تحت ظروف مختلفه. سعدت بيكم واتمنى اكون اسعدتكم. يومكم سعيد.